مساء الخير أصدقاء، أتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أفضل الأحوال. أعتذر على هذا الوقت المتأخر في نشر النشرة، لكن للأمانة ارتأيت لنشر فيديو بعد نشر الكتابية، بحكم أنها ما وصلتش لعدد كبير من متابعي القناة. ما زال الفيسبوك كاين خاصية ديال طاغي المتابعين، فاليوتيوب لم تصل النشرة إلى العدد الكافي من المتابعين. إذا الأصدقاء، نذكر بالنشرة الإنذارية الخاصة التي صدرت من مدير العمليات الجوية، تهم ظواهر جوية ديال التساقطات المطرية الرعدية محليا قوية، بالإضافة إلى التساقطات الثلجية وأيضا هبات الرياح القوية. أصدقاء، قبل الخوض في الإنذار، لاحظوا معي آخر صور الساطل المنخفضة والقطرة الباردة متمركزة قبالة السواحل المغربية، مع جبهة واضحة قادمة إلى اليابسة وإلى أرض المملكة. أصدقاء، هاد الجبهة غتتحرك، غتولي تأثر على الضفاف الأطلسية الوسطى. نتحدث معنية بإنذار برتقالي بالإضافة إلى المناطق الريفية. نتحدث في الأقاليم المعنية بالكميات، يعني في الكميات ما بين 30 و 50 ملم. كل من دريوش، الناظور، وجدان، قاد، الحسيمة، سطات، صويرات، دار البيضاء، نواصر الجديدة، أسفي، سيدي بنور، بركان، أكادير، دودانان، تارودانت، برشيد، الدريوش. تنسات في الإنذار الأرصاد الجوية، ولكن تدارك الأمر كاين في خارطة اليقظة هنا. أيضا كاين مناطق معنية بكميات تبدو ضعيفة إلى معتدلة. نتحدث على غرب الأطلس كامل، وأيضا ورزازات تنغير وجنوب الأقاليم الشرقية. سأعرض لكم الخريطة ديال التساقطات يتضح لكم الأمر جيدا. إذن كاين ظاهرة ديال الثلوج إن شاء الله. ثلوج، نتحدث بسمك ما بين 10 حتى 25 سنتيم كأبعاد تقدير، فوق علو 1800 متر، في كل من مرتفعات تارودانت، أزيرة، الإفران، غير بولمان، الحوز، ورزات، شيشاوة، ميدلت، بني ملال. الظاهرة ديال الثلوج غتبدا ابتداء من زوال الغد، فيما التساقطات غتبدا ابتداء حسب الانذار من 6 صباحا. لكن ارى ان من 2 الليل غتبدا الحاله، بحكم ان صور الساتل تشير الى اقتراب الحاله، بقى لها غير دقائق، يقدروا الساعتين ابعد تقدير. غتبدا في الضفاف الوسطى ما بين الجديده، تل تامري، اكادير، دوتانان ان شاء الله. اصدقاء، اليقظة، نبقى دائما مع اليقظة. هناك هبوب رياح قوية على المناطق السفوح الجنوب الشرقية وجنوب أقاليم الشرقية. نتحدث في كل من قرسي، فرزة، غير زاكورة، فيكي، جرادة، ميدلت، بولمان. رياح ما بين 70 حتى 95 كيلومتر في الساعة. رياح قوية ستخلق وترافقها زوابع رملية يعني يعني حتى يعني نسميها، أو نسميها يعني شصابل، أو موجة رمال، أسفي، أيضا، والجديدة، والضفاف يعني الغربية الأطلسية، وأيضا المنطقة الداخلية معنية برياح نسبيا ممكن بسبب نشاط بعض العواصف الرعدية محليا. الأصدقاء، نعرض لكم الخريطة ديال الحالة. لاحظوا معايا القطرة الباردة أين تمركزت حسب التوقيت. الثامنة ديال واحد ديال غدا. لاحظوا أصدقاء، تمركز القطرة الباردة بالضغط الجوي ليس بالعميق، ولكن جبهة، مع التأثير، تأثيرات، يعني فاش كنهضروا على قطرة باردة فكيكون التأثير ديالها قوي، خصوصا محليا. إذن أصدقاء، الحالة غتوغل تدريجيا حسب النموذج الأوروبي، غتشمل سواحل قلوي مدنون والأطلس الصغير والسوس ماسا، مع تساقطات ثلجية إن شاء الله غتبقى إلى غاية عشية السبت على المناطق الشمال الشرقية. إذا نمشيو للتراكمات باش تبان لكم الحالة. غتبدا الحالة كما قلت لكم ابتداء من الساعات يعني القليلة المقبلة، تقريبا 2 3 الليل ديال اليوم الجمعة المباركة. إذا غتغول تدريجيا المناطق الداخلية. لاحظوا التوغل ونشوفوا التراكم ديال 48 ساعة المقبلة باش تبان لكم الرؤية مدى التأثير ديال الحالة إن شاء الله. التراكم حسب النموذج الأوروبي. نبدأ بالمناطق الجنوبية. تساقطات تبدو إن شاء الله، نتحدث ضاعفة ما بين، نقدر نقولوا من أخف النير حتى القلميم، مرورا بتيزنيت، معتدلة محليا خصوصا في المرتفعات ديالها، قد تكون معتدلة إن شاء الله. أيضا على تارودان، تكادير، دوتانان،
ينزكان، هنايا أيضا مرتفعات شرق تارودانت، يعني المرتفعات المشتركة بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير. لاحظوا فين كاينة الحالة جد قوية، نتحدث على ما بين أكادير دوتانان تل الجديدة، كميات ما بين في المجمل نتحدث ما بين تقريبا نقولوا من 25 حتى 50 مليمتر. ممكن محليا تكون مفاجآت. أيضا مراكش، الرحامنة، الحوز، شيشاوان معنيين بالحالة، بني ملال، خريب قاص، قلعة الصراغنة، السطات، الدار البيضاء معتدلة، القنيطرة، بالإضافة إلى خنيفرة، فاس، سيس الحاجب، إفران بكميات تبدو ضعيفة إلى معتدلة محليا، تازة ضعيفة ولكن مرتفعات قد تشهد بعض التساقطات الثلجية. أيضا الرباط، الغرب والشمال الغرب البلاد بشكل ضعيف ومعتدل محليا. أيضا المنطقة اللي غتكون معنية أيضا بكميات أقوى ومعنية بالإنذار، نتحدث على الحسيمة، الدريوش، الناظور، وجدة وبركان. هذه المناطق معنية بالإنذار، الأرصاد الوطنية. ما نسوش أيضا جنوب الأقاليم الشرقية معنية بتساقطات، نتحدث على تاورير، جرادة، قرسيف، بوعرفة، فيقي ككل كإقليم، وعلى شكل قطرات على الرشيدية ممكن أو صعب أن تخترق يعني الأطلس الكبير وتصل إلى السفح الجنوب الشرقية. ويبقى الغبار والحالة ديال الريح القوية والهبات الرياح ستتمركز أكثر على هذه المناطق. نتحدث من 60 حتى 95 ولا 90 كيلومتر في الساعة حسب النموذج الأوروبي هنايا. الرياح من وجدة أنقاد مرورا بإقليم فيليك ككل، الراشدية، تنغير، زاكورا، وورزازات. هذه المناطق كاملة معنية بهبات رياح قوية الأصدقاء. إذا هذا ما يخص النشرة. أظن كنت باغي نديرها بشكل مختصر، ولكن عرضت النماذج العددية وبالتالي نسمح. وتحية لكم جميعا، المرج البارتاج والمشاركة في هذه النشرة والتفاعل معها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. تحياتي لكم جميعا، أمسية سعيدة، صيبا نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.